السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا التطبيقات اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا ان احنا نقدر نساعدك ونرد على كل الاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده بينزلوا تحديثات ولا تحديثات وقفت؟ التطبيق ده شغال؟ التطبيق ده مش شغال؟ اي حاجة عن التطبيقات بتقدروا ان انتوا تسألونا فيها، ونقدر ننزل لكم فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد وان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه اكتر من عده ايام. عشان كده بدعوكم ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تكست نيو. التطبيق ده مساحته 40 ميجا، حمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص برقم هاتف او رقم موبايل تاني افتراضي غير حقيقي بدون شريحة. بتقدر بمجرد ان انت تحمل التطبيق ده على الموبايل بتاعك بيقدر توصل يجيلك رقم موبايل او يبقى عندك رقم موبايل تاني. تقدر تعمل منه مكالمات صوتية، تقدر تعمل منه مكالمات فيديو، تقدر تبعت منه رسائل، تقدر ان انت تشغل بيه مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك زي الواتساب. تقدر انت تفتح منه نت. طبعا ده بتختار بعد ما تحمل التطبيق، بتقدر تختار الباقة اللي انت عايزها، باقة مكالمات، باقة انترنت، باقة رسايل، على حسب الحاجة اللي انت عايزها. بتدفع طبعا عن طريق الفيزا كارت او الماستر كارد. بعد كده الباقة بتتفاعل معاك، بتختار الباقة الوقت اللي انت عايزه يكون شغال فيها، باقة اسبوعية، باقة شهرية، على حسب ما انت عايز. بيقدر يشتغل معاك على طول. بيفيدك جدا لو انت بتسافر كتير، بتتنقل من بلد لبلد، ما بتحتاجش ان انت كل ما تروح بلد تجيب رقم جديد او تشغل خدمة التجوال على الموبايل بتاعك. زي ما قلنا برضو ان انت بتقدر ان انت تشغل جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بيكون الرقم التاني ده بيجيلك عليه الرسائل. يعني انت بتكتب الرقم بتاعك، طبعا انت بتختار الرقم لما بتحمل التطبيق. الارقام المتاحة بيعرفوها لك، انت بتختار منهم رقم بيبقى هو ده الرقم بتاعك، تقدر تديه لاي حد عايزه يتصل بيك، او تتصل منه باي حد وبيظهر له الرقم بتاعك عادي وببساطة وبسهولة بدون اي مشاكل. ده طبعا لو انت حابب تفصل مثلا حياتك العملية عن حياتك الشخصية. ممكن بتجيب خط زي ده يكون مثلا للشغل بتاعك، لو انت مثلا شغلك كله بالموبايل او بتتصل بعملاء كتير او بتتصل بناس كتير. ممكن مثلا ينفعك في حاجة زي كده. دي كده المميزات بتاع التطبيق. لو بالنسبة لعيوب التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ولا لغات متعددة كتير. بس كده، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيبلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.